معروف ان المصارعة الحرة ليها جماهيرية كبيرة وانها مصنفة انها من الرياضيات الترفيهية، عشان كده ما كانش الدم مسموح بيها في اي مباراة. لكن الدبليو دبليو اي مع ذلك قدمت مباراة عنيفة ودموية على مر السنين. بس قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد، ولو حابب تشوفنا تاني ادعمنا بلايك واشتراك القناة. المباراة الأولى كانت على بطولة الولايات المتحدة بين إيدي جريرو وجي بي إل سنة 2004، واحدة من أكثر المباريات عنفا على الإطلاق، غير إن كان بين الاتنين تنافس وخلافات شخصية. الضرب كان بأي حاجة، كرسي ماشي، الدرج الحديد اللي جنب الحلبة ماشي، كان الضرب أي حاجة مباح. غير إن المباراة اتحذفت منها بعض اللقطات عشان تتعرض على التلفزيون. كانت مباراة بجد مخيفة. المباراة كانت ماشية في الأول تمام لغاية جي بي إل ضرب إيدي جريرو بالكرسي، خلى الدم ينزل من إيدي جريرو زي الحنفية، عشان المباراة تاخد منحنى تاني لتصبح مباراة دموية بين الاتنين، وانتهت المباراة بالاستبعاد. المباراة التانية كانت بين جون سينا وجي بي إل. بعد العداوة اللي كانت بين إيدي جريرو وجي بي إل، جي بي إل احتفظ باللقب لمدة 9 شهور، وبعد كده لعب مباراة ضد جون سينا. المباراة دي كانت بتنتهي بالتثبيت او يمسك الميكروفون ويقول انا استسلم. انا بس عايز افهم حاجة، ايه كيف جي بي إل انه يعور المصارع اللي بيلعب معاه، وايه كمية الغل اللي هو فيها؟ اول حاجة ضرب جون سينا بالكرسي، وجون سينا تعور وجاب دم، وبعد كده ضربه بالدرج الفولاذي. لا مش بس كده، ده راح ضربه بالميكروفون. بس هو اخد شوية ضرب محترمين من جون سينا، تقريبا هما ما سابوش مكان الا جابوا دم فيه، ضرب وتكسير من غير فاصل، لدرجة ان جون سينا عمل سوبلكس فوق العربية، حتى انبوبة الاكسجين ما سابوهاش سليمة. بعد كده مسك جون سينا انبوب معدني كان رايح يضرب جي بي إل، لكن جي بي إل يمسك الميكروفون ويقول المباراة اللي بعد كده كانت في قفص الجحيم بين سي ام بانك ودرو ماكنتاير. المباراة دي كان الهدف منها ان درو ماكنتاير ينهي مسيرة سي ام بانك. المباراة بدأت قوية بين الاتنين، وكانت ضرب للركب بين الاتنين. المباراة ما كانش حد يتوقعها انها تكون عنيفة ودموية للدرجة دي. استخدموا فيها الدرج الفولاذي، دي وصلت ان استخدموا صندوق العدة اللي تحت الحلبة. سي ام بانك اظهر عدوانية ضد درو ماكنتاير غير طبيعية، للدرجة ان المباراة اتقلبت لانتقام شخصي بين الاتنين، اللي يضرب التاني بالمفتاح واللي يضرب التاني بالدرج الفولاذي، وكان باين على الاتنين العدوانية الشديدة من خلال توجيه الضرب واللكمات. وانتهت المباراة بفوز سي ام بانك. بس لحد هنا، اتمنى لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك القناة. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.